الثقب الأسود من تدمير نجم وابتلاعه. حدث تمكن فريق علماء فلك من كوريا الجنوبية من تصويره لحظة وقوعه وتقديم صوره كأول دليل على قدرة الثقوب السوداء أو الأجرام السماوية على ابتلاع المخلفات الفضائية. وتمثل الثقوب السوداء لغزا فضائيا كبيرا لعلماء الفلك، خاصة أن لا شيء يستطيع الإفلات منها حتى الضوء. عندما يبتلع ثقب أسود نجما تنطلق أشعة إكس نظرا لسرعة امتصاص الكتلة داخل الثقب. في الوقت ذاته تتحرر موجات من الأشعة تحت الحمراء. رصدنا باستمرار انبعاثات الطاقة إضافة إلى أشعة إكس مدة شهر بواسطة كاميرتنا المطورة. الحديث عن ابتلاع الثقب الأسود للمخلفات الفضائية كان مجرد توقعات منذ منتصف السبعينيات، لكن البروفيسور إم يونغ شين من جامعة سول الوطنية وفريقه من مرصد بويون ماونتن أوبتيكال الفلكي توصلوا إلى أن الثقب الأسود الهائل هو عبارة عن جرم سماوي ذي جاذبية هائلة تشكل من انهيار كوكب ضخم لم يقوى على تحمل قوى الجاذبية. في قلب المجرة التي تضم نظامنا الشمسي يوجد ثقب أسود يعادل وزنه أكثر من 4.5 مليون مرة وزن الشمس، وهناك نجوم كثيرة حول الثقب الأسود، وعندما يسقط أحدها في الثقب يحدث هذا البرق، وإذا توجه نحو الأرض فإنه قد يؤدي إلى تبخير الطبقة العلوية من الغلاف الجوي. رصد القمر الاصطناعي سويفت التابع لناسا هذه الظاهرة في شهر آذار الماضي، ولاحظ العلماء أن الجزء الأوسط من المجرة الذي يبعد نحو 4 بلايين سنة ضوئية عن الأرض أصبح فجأة أسطع من ذي قبل. وتأكد العلماء من أن حزمة الإشعاع القوية لا تظهر إلا عندما تسقط قطعة من نجم في الثقب الأسود. اشترك في عملية الرصد 58 باحثا من الولايات المتحدة وإيطاليا وكوريا الجنوبية وبريطانيا وتايوان، لكن الفضل في هذا الاكتشاف يعود للباحثين الكوريين الجنوبيين الذين وفروا المعلومات المستخدمة في تحليل هذه الظاهرة بما فيها الأشعة المرئية والأشعة تحت الحمراء القريبة وأشعة إكس وأشعة جاما والموجات الراديوية. قال خبراء في علم النفس السلوكي إن